اغسل قلبك يا عبد قبل جسدك، ولسانك قبل يدك، فأنت خلق الله عز وجل ورحمته. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. فإذا فعلت ذلك مسحك الملك بيمينه، ويبيت معك الملك في شعارك. فيجب أن تطهر جسدك وقلبك كل ليلة قبل النوم بالتوبة، وأن تزيل من قلبك كل شيء وحقد وغل ومكروه وحسد لكل مسلم، لعلك تفوز بالجنة وبدعاء الملك الذي سيبيت في شعارك طوال الليل. فالمسلم يتعين عليه الوضوء قبل النوم مخافة أن يتوفاه الله عز وجل وهو على غير طهارة، فإذا حان الأجل قبضت روحه وهو طاهر، وكان آخر كلامه ذكر الله عز وجل. أما من نام على جنابة مؤخرا الغسل إلى الفجر فإن الملائكة ستنفر منه، فيستحب له أن يتوضأ على الأقل إذا كسل عن الاغتسال كي لا تنفر منه الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا بالجنة لأنه كان لا يحسد ولا يحمل في قلبه غلا لأحد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، قد تعلق عليه في يده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال: إني خاصمت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه المنزل 3 أيام، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت؟ قال: نعم. قال أنس: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي 3، فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر، وأني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت 3 ليال وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ثم، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك 3 مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلعت أنت 3 مرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت. قال: فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك، وهي التي لا نطيق. عباد الله، طهروا قلوبكم وأنفسكم تفوزوا برضا الله عز وجل وجنته. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.